رأيت الكثير من الناس يتفاعلون مع هذه الفيديوهات، ولكنهم لا يعلمون بأن هذا الفعل شرك بالله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. فما هي الطيرة؟ كان العرب قديما في الجاهلية يتطيرون، أي يتشاءمون، فكانوا إذا رأوا طير وطار من جهة اليسار فإنهم يتشاءمون، وإذا طار الطير من جهة اليمين يفرحون. وأنواع الطيرة في وقتنا الحاضر كثيرة، قد يتطيرون بالحيوانات مثل هذا الفيديو، أو عند رؤيتهم لقط أسود أو غراب، وقد تكون الطيرة عند رؤيتك للأشخاص فتقول عنه شخص منحوس وأن يومك سيكون أسود، فهذا محرم في ديننا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. وإذا وقع في قلبك شيء من هذا فقل هذا الدعاء الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فقل هذا الدعاء إذا تشاءمت بأي شيء، لأن الله وحده هو القادر على النفع والضر وليست مخلوقاته، وهذه هي العقيدة الصحيحة. فانشر المقطع وحذر غيرك. سلام.